سيادتكم النهارده عندنا مراجعه درس المقامات الطبيعيه. هناخد سيادتكم الدرس جزئيه تفصيليه من اول الموقع وانواعه، من اول سيادتك المساحه، الشكل، التضاريس، سيادتك النبات الطبيعي والمناخ. بصي يا مستر، هو حصه النهارده درس المقامات الطبيعيه هناخدها في حصه. ليه؟ بس عارفه ليه؟ المقامات الطبيعيه كل جزئيه فيها عليها سؤال واثنين وثلاثه واربعه وعشره موجوده في الخريطه. يمكن ده الدرس اللي احنا كنا تعبانين فيه اول السنه، وسيادتك الطالب كان في درس المقامات اول كلمه يقولها لي: طب اجيب منين تضاريس؟ اروح فين في الموقع؟ طب والمساحه؟ طب اروح فين في وكيل صحاب المناخ؟ وتلاقي الطالب ده الوقت عمل شبيك لبيك وما عرفش يعمل اي حاجه. حته سيادتك تتفسر عشان ما يبقاش فيها صعوبه. بص يا سيادتك، الناس تصلي على النبي والمسيح يمجد سيده ويسيبوها على الله، واقول لك ايه؟ هي خربانه. تمام؟ قال لك ضرب الاعور على عينه، قال له ايه؟ ما كده خربانه، لا يخرب بيتك وبيت ايامك. اول حاجه، المحور الاساسي للدوله. ايه المحور الاساسي اللي موجود للدوله؟ او المحور الاساسي سيادتك لدراسه الجغرافيا السياسيه. انا عندي الجغرافيا السياسيه يا استاذ في البدايه اساس الدراسه بتاعتها هي اي دوله موجوده معايا على خريطه العالم. يبقى انا رقم واحد بدرسه داخل الجغرافيا السياسيه او المحور الاساسي لدراسه الجغرافيا السياسيه هي سيادتك دراسه مين؟ الدوله. طب انا لما بدرس الدوله من حيث ايه؟ المقاومات الطبيعيه والمقاومات البشريه. طب حلو خالص. انت بتقول لي يا استاذ بتدرسني مقاومات طبيعيه ومقاومات بشريه. طب انا دلوقتي يا استاذ السؤال اللي يخطر في دماغي هو انا ايه اللي يخليني ادرس مقاومات طبيعيه ومقاومات بشريه؟ ايه وجه الاستفاده اللي انا هستفادها من دراسه مقاومات الدوله؟ قوه وضعف الدوله من خلال ايه؟ سيادتك ايه تاني؟ ما دلوقتي الحاجات دي اسمها ايه؟ اعرف امكانيات الدوله اللي استغلها، اعرف معوقات الدوله اللي انا اتلاشاها. يبقى انا يا استاذ من خلال المقاومات الطبيعيه والبشريه انا هعرف حاجتين: واحد، نقاط قوه وضعف الدوله، ادي واحد. رقم اثنين، هعرف سيادتك الامكانيات والمعوقات اللي انا هقدر سيادتك استغلها عشان خاطر اقوم بعمل دراسه الدوله. يبقى انا لما اجي دلوقتي اتكلم ايه هي المحور الاساسي للجغرافيا السياسيه، ايه اساس دراسه الجغرافيا السياسيه؟ هي الدوله. طب انا بدرس الدوله من حيث ايه؟ قال لي من حيث نوعين: مقاومات طبيعيه، مقاومات بشريه. طب المقاومات الطبيعيه والمقاومات البشريه انا بستفاد من يوم ايه؟ بعرف نقاط قوه وضعف الدوله. رقم اثنين، بتساعدني في معرفه امكانيات ومعوقات ومشكلات الدوله. طب انا دلوقتي عندي اول مقاوم من المقاومات هو الموقع. الموقع يا استاذ في منه رقم واحد الموقع الفلكي. موقع الدوله يا استاذ بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. حلو خالص. طب الكلمتين اللي احنا خدناهم في المنهج بيقول لك ان الموقع الفلكي بيؤثر على مناخ الدوله، وبيؤثر على نشاطها الاقتصادي، وبيؤثر كمان يا استاذ في العوامل بتاعه اذا كانت الدوله مستطيله من الشمال للجنوب او دوله عرضيه من الشرق للغرب. احنا عايزين نعرف ايه هي سيادتك كل النقاط اللي ممكن يذكرها لي عندي في الامتحان خاصه بالموقع الفلكي. خليك سيادتك معايا كده في الورق معانا. رقم واحد بيقول لك يا استاذ ان الموقع، انت بتقول لي موقع الدوله بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. طب ما ممكن يضحك عليك ويقول لك ايه؟ هو موقع الدوله بالنسبه للاحداثيات. طب يا استاذ الاحداثيات هي نقاط خطوط الطول ودوائر ايه؟ يبقى استاذ الاحداثيات دي هي بتاعت نقاط خطوط الطول زائد دوائر العرض، الاثنين سيادتك موجودين مع بعض. يبقى نقاط خطوط الطول ودوائر العرض هي جانب مين؟ الاحداثيات. الرقم اثنين قال لك يا استاذ انا عندي خط طول رئيسي وعندي دائره عرض رئيسيه. بص يا استاذ العالم مقسوم معايا بالشكل ده. ده اسمه خط جرينتش، وده خط الاستواء او دائره الاستواء. حلو. سيادتك انا لما اجي اعمل خط جرينتش اللي انا شايفه قدامي ده كده انا قسمت العالم الى شرق
وغرب. دايره الاستواء يا استاذ اللي هي برضه الصفر ما بين شمال وما بين جنوب. يبقى انا يا استاذ انا عندي دلوقتي خط طول رئيسي ودايره عرض رئيسيه. نبص هنا سيادتك على الخريطه. انا عندي سيادتك ادي خط الطول او خط الاستواء وده الخط الرئيسي اللي موجود معايا. وادي سيادتك هو خط الاستواء خط طول؟ طب ما تصحصحوا معاه يا استاذ، ده مش خط طول، دي دائره عرض الرئيسيه، دائره عرض الصفر اللي هو خط الاستواء. اما خط الطول هو سيادتك خط جرينتش اللي هو خط الصفر اللي موجود اهو. سيادتك الخط سيادتك الاول عندنا خط الصفر. ايه رايك؟ لما اكون عايز اعرف موقع دوله، موقع ظاهره، موقع اي حاجه موجوده عندي في الكره الارضيه، اعرفها ازاي يا استاذ؟ قال لك من خلال تقاطع خطوط الطول مع دوائر العرض تقدر تحدد موقع اي شيء موجود على دائره الكره الارضيه. ازاي مثلا؟ افترض مثلا جيت قلت لك ان مصر تمتد ما بين دائره عرض 22 شمالا وخط طول 25 شرقا. نقطة الالتقاء ما بين 25 و 22 دي بداية مصر من ناحية الجنوب الغربي. حلو. بتنتهي مصر فوق عند كام؟ دائرة عرض يا استاذ 31 36 مع خط الطول ده نفس الطريق هتلاقي فيه تقاطع. يبقى مصر بتمتد من 22 لغاية 31 36. المسافة دي هي مسافة دوائر العرض تقاطعها مع خط الطول 25. يبقى انا عرفت ان الحد الشمالي بتاع مصر، الحد معلش الغرب بتاع مصر بيبدا من اول دائره عرض هنا 31 36 لغايه دائره عرض 22. المسافه دي بتقطعها خط طول 25 درجه شرقا. يبقى انا بيحدد لي ايه؟ انا عندي اساس خطوط الطول ودوائر العرض هي اللي بتحدد الموقع الفلكي بتاع اي دوله، هي اللي بتحدد لي المكان بتاع الدوله موجود فين. يبقى انا لما اجي اتكلم عن رقم واحد انا عندي خط طول يا استاذ اسمه خط جرينتش، عندي دائره عرض اسمها دائره الاستواء، بيقسموا لي العالم بتاعي على 4. واحد شمال شرق، جنوب شرق، شمال غرب، جنوب غرب. ان ساعات كتير في الجغرافيا بيلعب على الاتجاهات بالظبط. فلازم انا ابقى عارفه ان عندي خط طول رئيسي ودائره عرض رئيسيه. نقاط التقاطع اللي موجوده ما بينهم هي سيادتك دي الاساس بتاع حل السؤال. بص يا استاذ، ادي سيادتك مصر اهي. عايز احدد مصر سيادتك على الموقع الجغرافي او سيادتك الجي بي اس على الموبايل او اي حاجه. بيلعب ايه الجي بي اس عامه؟ بيلعب ازاي؟ بيلعب على الاحداثيات زي ما احنا قلنا. يعني انا مثلا مصر بتمتد في الجنوب مع دائره عرض 22 درجه شمالا. تمام؟ بتنتهي معايا في الشمال مع دائره عرض 31 36 درجه شمالا ايضا. تمام؟ ادي الست هم الاثنين مع بعض، ادي دائرتين العرض اللي بيمتد ما بينهم. طب مين بيقطعهم في النص؟ خط طول 25 درجه شرقا. يبقى هنا 25 بيتقاطع مع ال 22 ومع ال 23 ومع ال 24 مع ال 25 مع ال 26 مع ال 27 مع ال 28 مع ال 29 مع ال 30 مع ال 31 32 لغايه ما توصل 31 36. كل دي بيقطعها خط طول 25. فانا مثلا عايز اعرف مصر بتبدا منين لفين؟ من دائره عرض 22 لغايه دائره عرض 31 36. من خط طول 25 لغايه خط طول 37. كده انا عرفت الاحداثيات بتاعت مصر بتلعب ما بين خطي طول 25 ل 37 12 خط طول، ما بين دائرتي عرض 22 31 36، ما بين 10 دوائر عرض. كده انا بالنسبه لي اعطيت الاجابه كامله. تمام؟ عرفنا سيادتك خط الطول ما بين سيادتك دلوقتي بيلعب على الاحداثيات. طب تعال نشوف حاجه ثانيه. بيقول لك هنا ايه؟ ان الدوله تكون مستطيله من الشمال للجنوب إذا زادت فيها عدد دوائر العرض. طب تعال نطبق على الخريطة. دولة زي شيلي أهي. تمام؟ الدولة دي لو بصينا هتلاقي شايفة طولها قد إيه؟ طولية. حلو. لو بصينا هتلاقي تتعدد فيها دوائر العرض. صح ولا لأ؟
بس هتجيلي فيها مين؟ خطوط الطول. عشان كده قلنا على دولة تشيلي إن هي دولة مستطيلة شريطية من الشمال للجنوب، لأنها يقل فيها خطوط الطول وتزداد فيها دوائر العرض. طيب طولية، عشان كده نقول شريطية طولية. تمام؟ اعكس بقى، لو الدولة عرضية زي سيادة تركيا اللي هي بتقول لك من أول الغرب لغاية الشرق، دي بيزيد فيها خطوط الطول يقل فيها دوائر العرض. أقول لك حاجة، احنا ربطنا الموقع الفلكي تمام بشكل الدولة. طب ممكن نربط الموقع الفلكي بشكل الدولة بمناخ الدولة. ازاي؟ اولا اساس كل ما تزيد دوائر العرض كل ما يتنوع المناخ، كل ما تصبح الدولة شكل مستطيل طولي. يعني اقول لك على سبيل المثال، مثلا لو انا مثلا جيت رسمت الدولة زي تشيلي، تمام؟ الدولة دي هتلاقي فيها ايه؟ دوائر العرض زيادة. شايف دي دوائر عرض؟ اما خطوط الطول قليلة. كلما زادت دوائر العرض وقل خطوط الطول يحصل عندي تنوع في المناخ. ادي واحد. يحدث عندي سيادتك اكتفاء ذاتي، زيادة في النشاط البشري. شكل الدولة هيبقى مستطيل من الشمال للجنوب بين قوسين طولي. ده لو زادت دوائر العرض. هنعكس بقى، تعالى نعكس. لو انا مثلا خليتهم سيادتك ادي شكل الدولة، هيحصل ايه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. شايف سيادتك كم خط طول؟ شايف كم دايرة عرض؟ هتجيب فيها دايرة عرض. 1 تشابه المناخ. 2 يقل بها فاعلية النشاط البشري. 3 سيادتك هتساعد شغل كل اللي هي في الجانب العسكري. تمام؟ عكسها طبعا الدولة الطولية مش هيبقى عندها سيادتك الجانب العسكري. كلوز بتنجان. يبقى انا دلوقتي انا عندي الدولة لما تكون سيادتك عرضية بالشكل ده هنقول عليها شكل شريطي عرضي من الشرق الى الغرب. ادي سيادتك الاختلاف. ده الفرق ما بين لما يكون الموقع الفلكي بتاع الدولة دولة شريطية طولية اما تكون دولة شريطية عرضية. اتفهمت الفرق ما بينهم؟ يبقى تربطي لي الموقع الفلكي، تربطها لي بالمناخ، تربطه لي بشكل مين؟ الدولة. طب حلو. سيادتك هنا كمان بيقول لك ايه؟ ده استاذ ده كمان ممكن ان هم يأثروا في النبات الطبيعي. يبقى نربط الموقع الفلكي بشكل الدولة بالمناخ بالنبات الطبيعي. ممكن يلعب لك على الاجزاء دي كلها يحطها لك في مسألة واحدة. ايه؟ سيادتك ندي مثال. سيادتك النبات الطبيعي لما يكون عندي تعدد في المناخ هيلعب دور كبير ان مثلا يبقى عندي مثلا نبات معتدل، نبات بارد زي الستبس، تمام؟ عندك حشائش حاره زي السافانا، تمام؟ يعمل لك طندره، ماشي؟ الطندره اللي هي البارده، عندك الستبس المعتدل، عندك السافانا الحار، هيبقى عندك تنوع في النبات الطبيعي. صغيرة مساحه، تمام؟ منغوليا لا عرضيه، تمام؟ خد السؤال بقى. إذا كان الدولة س تمتد بين دائرتي عرض 25 درجة شرقا إلى 35 درجة غربا، وكان خطي الطول 15 شرقا، لا احنا قلنا الدائرتي عرض شمالا وجنوبا، وخطي طول شرقا
ونقوله مثلا 7 غربا. انا معايا دلوقتي يا استاذ 25 شمالا 35 جنوبا، دول سيادتك 60 صح. احنا عندنا قاعده بتقول ايه؟ اذا كانوا مختلفين اجمع، متشابهين اطرح. كانوا مختلفين اجمع، متشابهين اطرح. 25 و35 60 دائره عرضيه، وكان خطي طول 15 ل 7 15 ل 7 22 درجه سيادتك خط طول. يا استاذ 60 دائره عرضيه يبقى الدوله طوليه شريطيه من الشمال الى الجنوب. يبقى استاذ دول عندهم تنوع مناخ، زياده النشاط البشري. يا استاذ احنا قلنا عندنا علاقه عكسيه، دوله العرض تزيد الدوله طوليه، خطوط الطول تزيد الدوله سيادتك عرضيه، عكس بعض الاثنين. فانا دلوقتي خلاص تنوع مناخ، زياده في النشاط البشري، هيلعب برضه دور في النبات الطبيعي. قس على ذلك باقي الاسئله وباقي المسائل اللي ممكن تلعب لك على جزئيه الموقع الفلكي. كده الموقع الفلكي خلصناه. خش رقم 2 على موقع الدوله بالنسبه لليابس والماء. موقع الدوله البحري، موقع الدوله الحبيسه. عايزين نعرف ايه مميزاتهم وعيوبهم، ايه الامثله اللي موجوده معانا، ازاي اطلعهم، وازاي اعرف الدوله دي بتطل على البحر من جهه او من جهتين او اكثر من جهه. سيادتك كل النقاط اللي احنا محتاجينها في درس المقامات انا ملخصهم لك في ورقتين. ليه؟ عشان سيادتك لما تروح البيت يجي لك اي سؤال في درس المقامات، لا ما انا خدت قبل كده وشفته. طب واحده واحده تعالي نشوف كل نقطه بتقول ايه. رقم 1 بيقول لك المسطحات المائيه المفتوحه. انا عايز مسطح مائي مفتوح. طب استاذ مسطح مائي مفتوح طب اجيبها ازاي دي؟ لازم يا استاذ تكون بتطل على مسطحات مائيه مفتوحه، يكون بحار او محيطات او خلجان. بص معايا كده يا استاذ، يعني ممكن المحيط الهادي اللي مفتوح على الاطلنطي، اللي مفتوح على الهندي، اللي راجع تاني مفتوح على الهادي، اللي سيادتك البحر المتوسط مفتوح عليهم، اللي البحر الاحمر مفتوح عليهم، اللي هو خليج عدن مفتوح، بحر العرب، خليج العربي، الحاجات دي كلها تعتبر مسطحات مائيه مفتوحه. ايوه، واي دوله تطل عليهم تعتبر دوله بحريه. اي دوله تطل على الهادي، اطلنطي، هندي، هادي تاني، متوسط، احمر، خلجان مفتوحه، على طول انا مغمض اقول عليها دوله بحريه، عشان بتبص على مسطح مائي مفتوح متصله بالعالم الخارجي. طب استاذ المسطحات المائيه المغلقه هي مين؟ اقول لك زي مين؟ زي بحر قزوين بتاع اسيا، زي البحر الاسود بتاع اوروبا، زي سيادتك بحيره فيكتوريا اللي موجوده عندي في افريقيا. كل ده عباره عن ايه؟ مسطحات مائيه مفتوحه ولا مغلقه؟ ايوه كده صحصحوا معايا شويه. مسطحات مائيه ايه؟ زي قزوين والاسود وبحيره فيكتوريا. عندك مسطحات مائيه مفتوحه زي الهادي، زي الاطلنطي، زي الهندي، زي الهادي تاني، زي المتوسط، زي الاحمر، زي خلجان الخليج العربي، زي البحر الكاريبي، زي بحر الصين، زي بحر اليابان. كل دي عباره عن مسطحات مائيه مالها مفتوحه. تمام. يجي بقى كده رقم 3 بيقول لك ايه؟ استاذ في دوله اسمها اوغندا هنا. سؤال، هو دوله اوغندا دي تعتبر دوله حبيسه ولا دوله؟ ده بتبص على فيكتوريا حتى. ماسات بحيره فيكتوريا بحيره مغلقه، اي دوله تطل عليها سيادتك هتعتبر دوله ايه؟ حبيسه، ما دامت لا تطل على بحر. يعني اقول لك حاجه، عندي تنزانيا بتبص على فيكتوريا تبقى حبيسه؟ اصل بتبص على المحيط سيادتك دلوقتي الهندي. يا استاذ كينيا تبقى دوله حبيسه؟ لا بتبص على الهندي. اما رواندا، بروندي، اوغندا لا دول حبيسه، حتى لو كانوا سيادتك بيبصوا على البحيره بتاعت فيكتوريا. خش بعد كده على الدوله البحريه. استاذ هو الدوله البحريه بيقولوا ان بتزود احتكاكك الحضاري، والدوله الحديثه تزود عزلتك الحضاريه. ليه؟ لو انا على البحر هتصل بالعالم الخارجي،
اما انا من جوه حبيسه، ليس هناك اتصال بالعالم الخارجي يا بنت حبيبه. هتتصلي ازاي يا فجريه يا بومه وانت سيادتك ما عندكيش اي مسطح باقي تقدر تبص منه؟ حتى الشباك قفلتهولك والبلكونه سدتها لك والمنور وقفلناه، هتبص منين؟ اما الدوله لما تكون بحريه لا، ده عامله زي الشقه اللي على نصيتين، من هنا تبص على البحر ومن هنا تبص على النار، وشوف انت عايزه تخش فين. زي مصر بتبص سيادتك دلوقتي على نصيتين احمر متوسط، هنشوفوا دلوقتي الامثله اللي موجوده. خش بعد كده هيقول لك اشهر الدول ذات الواجهه البحريه الواحده. وليه واز تعالى ناخدهم كره كره، ما نبص كره كره، شيل ان شاء الله تتشلل. بيرو خالتك عبير، الاكوادور، فنزويلا، جويانا، سورينام، جيانا الفرنسيه وخالتك البرازيل الكبيره دي. تمام؟ اساس. والارجنتين برضه واوروجواي. طب اقول لك هي مش جاي خالة عبير، افتكر بخالتك عبير فيقولي لها بيرو في الطريق. تمام؟ طب استاذ دي فيها دول بتبص على البحر من جهه واحده. امريكا الشماليه يا حاج، امريكا الشماليه دي عامله زي الجزيره في نص الميه، مكانه عامله زي الكريس كده، سيادتك البحر بتبص عليه من جميع الجهات، مفيش حاجه اسمها ناصيه ثانيه. ايه؟ خش على افريقيا بقى. خش عندك ليبيا وتونس وعندك الجزائر، عندك موريتانيا والسنغال وجامبيا وغينيا بيساو وغينيا وسيراليون وليبيريا وساحل العاج وغانا وتوجو بنين نيجيريا. خش الكاميرون، خش الجابون، خش الكونغو، خش الكونغو الديمقراطيه، انجولا، ناميبيا. خش بعد كده على موزمبيق، تنزانيا، خش على كينيا، خش على اريتريا. سيادتك دلوقتي خلصنا افريقيا، يلا بينا نطلع على اسيا. خد باكستان عندك، خد سيادتك بنجلاديش، خد ميانمار. الدول دي كلها سيادتك بتبص على البحر من جهه واحده. يبقى اول ما بص سيادتك على السؤال ويجيب لي 4 دول، عينك تبقى زايغه على الخريطه على طول، اوتوماتيك تجيب سيادتك الخريطه في دماغك. وليه تجيبوا لي خريطه؟ وانت سيادتك دماغك راحت فين؟ شغل الكاميرات، عينك تصور، الدماغ يحفظ، يجي الامتحان تفضك. تمام؟ امر من الكمبيوتر. يبقى سيادتك دلوقتي انا عندي دي الدول اللي بتبص على البحر من جهه واحده. تعال نبص لسيادتك المكان لما تكون حلوه بقى، هتبص على البحر من ناحيتين. الله عليك يا مصر لما تبص على الاحمر والمتوسط. يخرب بيتك يا مغرب على الاطلنطي والمتوسط. يا سعوديه البحر الاحمر وجمال البحر الاحمر. وخش سيادتك على الخليج العربي، يعني الدولارات والدنانير، يعني الدراهم بتاعت البترول والغاز الطبيعي، مكان اللوز هناك. خش بعد كده على العنب. ايوه صح، بيقول لك يا استاذ يتوقف اهميه المسطحات المائيه على 3 عناصر: طول الخط الساحل، الظهير الساحلي، اهميه المسطح المائي. ابياي ايه رايك؟ ايهما افضل؟ الظهير الساحلي الشرقي لمصر ولا الظهير الساحلي الشمالي لمصر؟ يا استاذ الشمال يا استاذ حته لوز اللوز، سهليه منبسطه، نعمل المشاريع اللي احنا عايزينها. اما الشرقي جبال البحر االاحمر قطع عليك الطريق، ولا تعرف تعمل مشاريع ولا حزنون. ايه قرد انت هتقعد تسلق الجبال؟ مش هينفع. يبقى الساحل الشمالي افضل من الشرقي. طب اقول لك الساحل الغربي للسعوديه ولا الشرق اللي على الخليج العربي؟ الشرق يا استاذ حيث الدراهم والدنانير والفلوس كتير، اما احنا سيادتك ما لاقينش ناكله. تمام؟ لا هنلاقوا ناكله ولا احسن نقف داهيه. تمام؟ يبقى سيادتك دلوقتي انا عندي سيادتك الموقع اللي موجود ناحيه الغرب افضل من ناحيه مين؟ الشرق. طب اقول لك حاجه، ايه رايك؟ بحر اليابان ولا بحر الصين؟ فين بحر الصين؟ تعالى يا صين. تمام؟ ولا البحر المتوسط؟ يا راجل جوجل ساكت، البحر المتوسط على الاقل في منتصف العالم. ايه اللي يخليني اتشدد واروح اليابان؟ وانت كلك فاكرني ان انا دلوقتي في التكنولوجيا بفهم؟ طب ايه اللي يخليني اروح الصين؟ فاكر ان عينيا ضيقه؟ اما اروح البحر المتوسط، جو معتدل والجو حلو هناك، فسيادتك ده الموقع اللي هناك موقع استراتيجي، عشان كده ليه اهميه. زيه زي البحر الاحمر اللي بيربط العالم، زيه زي الخليج العربي. اما تروح لسيادتك اليابان ولا تروح للصين؟ طب ما اقول لك ما تروح الكاريب احسن. تمام؟ الاماكن دي يا استاذ بعيده قوي. اما المنطقه بتاعت البحر المتوسط مكان سيادتك الاستراتيجي موجود فين؟ وبص شكلك كنت نايم الصبح عشان كده جيت الحصه الثانيه. شوفي مخيمه رجالي. خش على اللي بعده. قاره افريقيا. يا استاذ انا عايز اعرف اكثر قارات العالم
اللي بتحتوي سيادتك على دول حديثه. اولا افريقيا 15 دوله، يليها اوروبا، يليها اسيا. يبقى اكتر دوله يا استاذ افريقيا 15 دوله محبوسين، محدش ولا حتى يدفع لهم الكفاله وياخدوا افراج. مين هم؟ مالي، نيجر، تشاد، جنوب السودان، افريقيا الوسطى، عندك بوركينا فاسو، عندك سيادتك اوغندا، رواندا، بروندي، عندك زامبيا وملاوي، عندك بوتسوانا وزيمبابوي، عندك ليسوتو وسويزيلندا. ليس كل دولة جيبية دولة حبيسة، بينما كل دولة حبيسة دولة جيبية. الكلام ده صح؟ الجماعة دول يتكل على قفاهم عز الفل. ليس كل دولة حبيسة دولة جيبية، وإنما كل دولة جيبية دولة إيه؟ ما شاء الله هيفهموا الملك. شفت حته الزنجر الصغير ده؟ خلاها دوله بحريه ملكومه، ثم ده البروز اللي داخل في البحر. شفت الدماغ؟ خش بعد كده هقول لك هنا ايه؟ يا استاذ قاره امريكا الجنوبيه دي فيها كم دوله حبيسه؟ 2، باراجواي وبوليفيا، دول الدول الحبيسه اللي موجوده. كل دوله تنتهي بستان فهي دوله حبيسه ما عدا باكستان. احفظيها كده، كل دولة تنتهي بستان دولة حبيسة ما عدا باكستان. بص معايا، عندك كازاخستان، اوزبكستان، تركمانستان، افغانستان، طاجكستان، كرغستان، كلهم حبيس ما عدا باكستان، دولة بتطل على البحر من جهة، بتبص على البحر من جهة. ايه اللي اشمعنى؟ اصل انا من حزلي هي امها جربتني، ما عشان ابص يا بنت على البحر من جهة بقى جاتك حوالي. المهم بحر العربي. خش بعد كده بيقول لي خلاص عرفنا تختلف اهميه المسطحات على طول الساحل والظهير الساحلي وعلى سيادتك كمان امتداد خط الساحل. جاب لي شويه امثله بقى من بتوع الامتحانات لوز اللوز بقى، عشان البت اللي هتفهم من رجليها اول ما تخش سيادتك والواد اللي هيفهم من رجليها يعرف المثال عايز ايه. خد عندي واحد، الساحل الشرقي لليابان وروسيا اللي بيطل على المحيط الهادي افضل من الساحل الشمالي لروسيا واوروبا وامريكا الشماليه. متجمد يا استاذ، اما ده سيادتك بيستخدم بالاتصال بالعالم الخارجي. ينفع بت نروح دلوقتي نمشي على مناطق متجمده؟ لما احنا عايزين الشتاء عن الجزائر الفراخ البيضاء اكشن نموتنا على طول. اما سيادتك المنطقه دي تساعد يا استاذ على الاتصال بالعالم الخارجي. طب حلو خالص. طب ايه رايك؟ جنوب اوروبا، جنوب العراق اللي بيطل على الخليج العربي، قال ده موقع جغرافي بحر متميز. قله امتداد خط الساحل، السلبيات اللي فيه ده انت شايفها، بص عليها اهي، هذه الحته اللي هيبص عليها بذمتك دي هنا دي زي ده كله؟ دي زي ده؟ ما انت سيادتك الامتداد هو السبب، عشان خاطر امتداد خط الساحل قصير، فمن ساعه ما كان الامتداد قصير فاصبح سيادتك يعتبر ملوش اهميه قوي يا بنت ندى عثمان. ازيك يا ندى؟ اخبارك عامل ايه؟ رمضان كريم. اكلت امبارح؟ اتعشيتي؟ عيب، اوعى تفكرني باي حاجه ثانيه. خش بعد كده، عندك ساحل سوريا الغربي. ساحل سوريا الغربي مش ده اللي هيبص على البحر المتوسط يا استاذ؟ ايوه يا استاذ، ليه اهميه قوي. عارف ليه يا استاذ؟ بسبب ان امتداد سوريا اكبر من امتداد لبنان، فعشان كده بتلاقي ان ساحل سوريا الغربي افضل من ساحل لبنان الغربي بسبب امتداد خط الساحل. خط الساحل اكبر من بتاع لبنان. طب يا استاذ قلنا القارات اللي تخلو من الدول الحديثه هي مين؟ عندك امريكا الشماليه ما فيهاش دول حديثه خالص. عندك استراليا ما فيهاش دول حديثه نهائيا. فاهم سيادتكم الموقع الجغرافي؟ فيه اي صعوبه؟ خش سيادتك هحل دماغك دلوقتي. خش على الموقع بالنسبه للدول المجاوره. عند الصين هيقولوا جنبيها 15 دوله. عندي السودان وعندي فرنسا وعندي النيجر وعندي مالي، الاربعه يا استاذ جنبيهم 7 دول. تمام؟ انا بتكلم
المغرب اللي جنبها دولتين جنب الدوله اللي جنبها 7. يرضيك مؤمن؟ ينفع كده؟ يا ريت تركز وشغل المخ شويه. تمام. يبقى استاذ انا عندي دلوقتي يا ابويا ايه؟ الراجل ده هيقول لي ان السودان وفرنسا والنيجر ومالي الاربعه متشابهين في 7 دول. بتقول لي الصين 15. بتقول لي المانيا والكونغو الديمقراطيه متشابهين في 9 دول. هتقول لي البرازيل في 10. يبقى انا سيادتك دلوقتي انا مديك كل الدول اللي جنبيهم عدد كبير من المجاورين. سيادتك كانت في الكتاب مديكي دوله او دولتين، انا مديكي 7 8 دول عشان برضه تبقى عارفاهم لو جولك في اختياري تبقى انت فاكره النقاط اللي موجوده. من المواقع المركزيه الهامشيه والاستراتيجيه. مصر ام الدنيا. مصر هي امي. بيقولوا موقع جغرافي متميز وموقع استراتيجي متميز. مصر يا استاذ اللي بتقع ما بين 3 قارات، اسيا، افريقيا، واوروبا. مصر اللي بتقع عند سيادتك منطقه قناه السويس. مصر اللي بتقع ما بين بحرين متوسط واحمر. من حقك يا استاذ لما تقول عليها موقع جغرافي متميز. ارجع الاول حصه تاريخ في المراجعه قلنا ايه؟ ان موقع مصر الجغرافي جعلها مطمع لمين؟ للغزاة. مين هم الغزاة؟ انجلترا وفرنسا. انجلترا مين؟ بذمتك يا بت يا لؤى لو البت مصر دي ما كانتش سيادتك موقع، تعتبر مصر دي استراليا. تمام؟ اعتبر مصر دي اليابان. اعتبر مصر دي الاسكا. اروح فين هناك يا استاذ؟ يا بنتك انت ما تقوليش كده. مصر دي حته اللي كله ماشي. ما عشان مش هينفع نقول الكلام ده. عيب. تمام. غير الدايره اللي ما حدش شايفها. كده تفهم المثل صح؟ بس في فرق ما بيننا وما بين الدايره. مصر دي اللي هي اما سيادتك استراليا واليابان والاسكا لا دول البايرين اللي ما حدش باصص لهم. هناخدهم على فجر ماكس اشكال ظبط. خش بعد كده على قاره افريقيا. ابوي موقع استراتيجي مهم واكل اصحابها. ليه؟ افريقيا يعني جبل طارق ما بيننا وما بين اوروبا. افريقيا يعني صقليه ما بيننا وما بين اوروبا من ناحيه ايطاليا. افريقيا يعني باب المندب اللي هي سيادتك موجود ما بين افريقيا واسيا. افريقيا عندها مضيق محلي اسمه موزمبيق. بس اقول لك يا بنتي يا ندى حاجه، ليس كل ممر ملاحي ذات اهميه. ازاي يا استاذ؟ يعني مثلا على سبيل المثال انا عندي مضيق اسمه مضيق الباس ما بين استراليا وتسمانيا. مالوش عازه. معلش يعني انت هتسيب العالم كله وتروح رايح على منطقه سيادتك مضيق الباس عشان خاطر تعدي من هناك. جاك باسة كلب ان شاء الله ياخدك. تمام؟ ادي واحد. رقم 2 تسيب المضايق كلها وتطلع على مضيق بيرنج اللي ما بين روسيا وعمتنا سيادتك دلوقتي الاسكا. بعيده قوي. تمام؟ تسيب الدنيا كلها وتطلع على مضيق موزمبيق المحل بتاع افريقيا اللي ملوش عزة. تسيب سيادتك الدنيا كلها تطلع على مضيق موقع اللي موجود ما بين ماليزيا واندونيسيا. سيادتك يوم ما تطلعي اطلع على مضايق ذات اهميه رابطه العالم ببعض. خش على طارق، اطلع على صقليه، انزل على باب مندب، خش على قناه سويس، اطلع على هرمز بالرغم ان محل بس ليه اهميه. دي مضايق ليها اهميه يا بنت وقت السلم وقت الحرب. في فرق سيادتك ما بين دي وما بين دي. مضيق البسفور والدردنيل برضو كانوا ليهم اهميه وخصوصا اثناء الحرب العالميه الاولى لضرب الدوله العثمانيه اللي هي مين؟ الدبر. اصل بصي موجود سيادتك هنا يعني ما بين سيادتك دول اوروبا موجود في الشمال ما ماسكش سيادتك العالم كله. انا هنا يقصد بالاربع مضايق اللي ماسكين 3 قارات رئيسيه. تمام؟ خش بعد كده يا استاذ بيقول لك هنا قال ايه؟ المواقع الهامشيه. اطلع هناك عند الجماعه المحمضين اللي هناك دول. دوله نيوزيلندا ودوله استراليا. تمام؟ الجماعه دول يعني بصي ولا تدعي لهم ولا تدعي عليهم. ويبقى بني ادم غلطان اللي يروح يحتل الجماعه دول. ليه؟ هتحتلهم ليه طبعا؟ ايه وجه الاستفاده اللي هتحتلهم؟ الا اذا كنت دماغك رايقه ونفسك سيادتك في حته جزيره تفضي فيها دماغك وتكون منعزله عن اشكال البشر كلها. في اللحظه دي لا تروح. ما انت مين سيادتك دلوقتي عايز يعمل كده؟ ده دلوقتي كل واحد حاشر مراخينه في حياه الاخر.
كل واحد باصص في هدوم الاخر، كل واحد شغال مفضلات للاخر. تمام كده الموقع حد عايز حاجه فيه؟ طب حلو خالص، خش على المساحه. اساس المساحه بتتوقف تحديدها على عاملين: الحدود السياسيه اللي بتحددها والاعتراف الدولي. بمعنى والله انا ماشي في الشارع كده فاولاد علي وعدول ايه؟ ما شفتنيش ايه؟ ده الخمس فدادين اللي هناك دول بتوعي. كان ورث ابوك هنا؟ لا، ده انا معايا ورقه حدود تثبت ان الخمس فدادين بتوعي. كده انا معايا ورق رسمي يثبت المساحه. ثانيا عمده البلد قال لك ان اصلا الفدادين دول بتوعه. اعتراف دولي ان سيادتك دلوقتي ان المساحه دي بتاعتي. يبقى تتوقف مساحه الدوله على عاملين: عامل الحدود السياسيه وعامل الاعتراف الدولي اللي موجود. طب اقول لك حاجه، بيقول يا استاذ ان عندي دلوقتي المساحه الكبيره ليها اهميه. نوعين: اهميه اقتصاديه واهميه عسكريه. ايه هي سيادتك الاهميه الاقتصاديه وايه هي الاهميه العسكريه اللي موجوده؟ بص يا اختي، الاهميه الاقتصاديه بطلع منها ثروات بترول ومعادن يا استاذ بسبب اختلاف التركيب وتنوع التركيب الجيولوجي اللي موجود. طب الثاني اهميه عسكريه بستخدمها سيادتك في تطبيق نظريه الحمايه والدفاع. بس للاسف يا استاذ ما اقدرش ان انا اسيطر على جميع اجزائها. سيادتك دلوقتي ممكن تظهر فيها حركات انفصاليه، عدم قدره الحكومه سيادتك على تنميتها بسهوله. بس عارفه ده؟ البت اليابان كانت نفسها سيادتك تروح تحتل الصين وتقوم سيادتك باجتياحها، بس ما تعرفش ان الصين كبيره المساحه بتطبق نظريه حمايه ودفاع اللي هي نظريه الدفاع بالعمق. البت المانيا عايزه تاخد ده كله، تحتل روسيا، بس ما تعرفش برضه ان في نظريه حمايه ودفاع اللي هي نظريه الدفاع بالعمق. التفوق العسكري للمساحه. المساحه هي اللي عملتها لك يا اختي، ما انت سيادتك بتطبقيها ازاي؟ هي نظريه الدفاع بالعمق دي ان يمكن للدوله كبيره المساحه ان تقوم سيادتك بنقل كل حاجه من منشاتها وسكانها من منطقه الحدود اللي فيها الحرب الى الداخل. ما انت سيادتك فيها قوى عسكريه بس عندك المنشات والمعدات والمصانع والشعب، كل ده بقوم بايه؟ بالعزل بتاعه. تمام؟ طب استاذ هقول لك حاجه، بيقولوا قال ان في علاقه ما بين الوضع ارسطو وما بين الجغرافيا السياسيه. حلو، وما بين ارسطو وما بين المساحه. ازاي؟ لا ما تكلمش عن المساحه. اصل سيادتك دلوقتي الوضع ارسطو اتكلم عن دوله مثاليه بتضم سكان وبتضم موارد. الموارد والسكان بيبقوا موجودين فين؟ في مساحه الدوله. كلما كبرت المساحه كلما ضمت عدد كبير من السكان كلما تنوعت الثروات اللي موجوده والموارد الاقتصاديه. عرفت السفر؟ لا، ده كلين اتكلم عن التوسع على المساحه، اما انا بتكلم المساحه الكبيره اتكلم عنها ارسطو لما اتكلم سيادتك عن الثروات واتكلم عن عدد السكان. يبقى هو ربط سيادتك المساحه بالسكان بالموارد. مين اللي ربطهم؟ عمنا سيادتك مين؟ ارسطو. طب خير كتير يا استاذ. طب اقول لك حاجه، بيقول لك هنا قال ايه؟ ان في مساحه صغيره والمساحه الصغيره دي ليها مشاكل كتير. واحد، يصل اختراقها بسهوله. في حاله الحرب تتعرض للضرب. حلوه دي. في حاله الحرب تتعرض للضرب. ساجع والله الشعر موجود. تيجي بعد كده تخش على اللي بعده، بيقول لك يا استاذ تتعرض لزلازل وبراكين بتجلب الدوله وتحط راسها في الطين. ليه؟ عشان الزلازل والبراكين بتضرب الدوله لما تكون صغيره. زي مين يا استاذ؟ عندك كتير، هولندا، بلجيكا، الكويت، البحرين، قطر، جيبوتي، رواندا، بروندي، ليسوتي. عندك سيادتك دلوقتي سويسرلندا. بص شكل الدول شكلها ازاي؟ ادي ليسوتو، ادي سويسرلندا، ادي رواندا وبروندي، ادي سيادتك مثلا جامبيا وعندك سيراليون. عندك سيادتك دول منطقه الخليج العربي اللي هم الكويت، بحرين، قطر. المناطق دي كلها يا استاذ عباره عن مناطق صغيره جدا بتلعب سيادتك.
صغيره. طب انا بقول لك المناطق دي سهله الاحتلال سهله الاختراق، ممكن تتعرض سيادتك الى زلازل وبراكين تؤدي سيادتك الى تدمير الدوله. طب استاذ بنقول ان ارسطو اتكلم عن المساحه الكبيره من خلال عدد السكان ومن خلال سيادتك ان بتضم موارد، كل ما كبرت المساحه كل ما كبرت السكان كل ما كثرت الموارد اللي موجوده. طب استاذ اقول لك حاجه، ماشي، كل المساحات اللي موجوده سيادتك دلوقتي عندي هل ليها نفس الاهميه دي يا لؤى؟ لا. اما بتتوقف سيادتك المساحه على ايه؟ واحد، ممكن يبقى عندك مساحه بس الموارد قليله ما تعرفش سيادتك تستغل مواردها. تمام؟ عامل زي الواد هو ممتاز بس ما عرفش يستغل قدراته صح فتلاقيه قاعد محله سر. يبقى سيادتك بالرغم ان احنا هنقول عليه ممتاز الا انه ما فهمش حاجه. بس سيادتك مستغله كل شبر عندها في الموارد اللي موجوده سواء شعب او مساحه. بس سيادتك توصل اليهم دول ممكن بالفعل ينطبق على روسيا كبيره مساحه. انا ماليش دعوه بالاكل، انا ليا دعوه ان كل مورد موجود نستغله. دول سيادتك ناس كتير، عائله كتير، شعب كتير، من كتير في كتير ما لاقينش ياكلوا كتير فاكلوا سيادتك قطط وصراصير. تمام؟ فسيادتك يعني مش عايزين نجرب في الفيديو يعني ايوه حلو، سيادتك هتسد نفسكم عشان احنا النهارده رمضان، عشان ما تفكريش في اكل وعشان تروح البيت. انا مش طايقه الاكل خالص. المستر مينا قال للجماعه الصينيين بياكلوا صراصير وكلاب وقطط وفئران. مفيش اكل تاني النهارده، خلاص؟ امك طبخه؟ مش هروح معاكم. لا ما ريحش، هتحاسبوني على الاكل انا وطالع وانا ما ريحش. رقم 2 سوء توزيع السكان. ممكن تكون دوله قد كده والسكان عايشين قد كده في مكان قد كده. طب ولازم نحشر ببعض، لازم الزنيك ده ما تقعد يا حبيبي ما تتوزع في البلد يخرب بيوتكم، البلد واسعه اهي زي مثلا مصر متمركزينش غير في وكل اصحاب المنطقه دي. ادي المنطقه سيادتك وادي ودلتا وحته منخفض الفيوم. يا عم ما تزحزح خش كده يا اخويا ما تطلع من الناحيه دي. يا بنت تروح القاهره الناس فوق بعض ماشيين سيادتك. بصي كمان لو تخش على المناطق الشعبيه بيخشوا بالجنب كده. والله بصي ماشيين بالجنب. تمام؟ يعني بصي تخش سيادتك بتليفونك وموبايلاتك ومحفظتك وهدومك تطلعي انت ونصيبك هتطلع بيه. ده انت لو طلعت اصلا. تمام؟ سيادتك بعد كده خش على منطقه الشكل. كده احنا عرفنا المساحات سواء المساحه الكبيره والمساحه الصغيره وعرفنا ايه سلبيات وايه مميزات اللي موجوده. الشكل لا ده كتير اساس. عندي رقم 1 المندمج زائد ذو بروز. 2 عندي الشكل سيادتك المستطيلي الشريطي وده في منه طولي وفي منه عرضي. 3 المجزأ وده منه بري وبحري وبري وبحري. في عندك شكل سيادتك الجيبي. تمام؟ اللي هو المحتوى، هو المحتوى الجيبي. طب استاذ افرق بينهم كيف في السؤال بتاع الامتحان؟ وازاي يديني سؤال مساله اعرف اجيب الاجابه صح؟ اولا يا استاذ المندمج لازم الطول والعرض متقاربين او متساويين. تمام؟ ادي 1. سيادتك المستطيلي الطولي دوائر العرض اكثر من خطوط الطول. طب استاذ معلش ممكن يرخم علي وبدل ما يجيب لي خطوط طول ودوائر عرض يجيب لي المسافه بالكيلومتر. حلو. لو المسافه من الشمال للجنوب المسافه من الشمال هنا للجنوب اطول من سيادتك من الشرق للغرب 6 امثالها يبقى شكل طولي. بمعنى يعني انا مثلا لو طول الدوله 60 كيلو متر وعرضها 10 كيلو متر طول اكتر من العرض يبقى دي دوله طوليه. اعكس بقى خطوط الطول
اكتر من دوائر العرض، يبقى اساس دي دوله عرضيه. اعكس، بدل ما سيادتك الطول يبقى 60 يبقى عرض 60، وبدل ما العرض 10 يبقى الطول 10، يبقى دي دوله عرضيه. وهناخد مساله دلوقتي ونحل عليها. المجزأ في منه مجزأ بري، مجزأ بحري، وفي منه مجزأ بري وبحري، وهنعرف امثلتهم على الخريطه. والدوله الجايبيه، بص معايا، دوله مندمجه يا دائره يا مربع يا شبه نجم. عندك مصر، عندك بلجيكا وهولندا، عندك فرنسا. دي سيادتك عباره عن دول مندمجه. عايزه ذات بروز، خد افغانستان، خد الكونغو الديمقراطيه، دي سيادتك ذات بروز. طب استاذ عايز دوله ايه؟ يعني حته بارزه اهي. تمام؟ يا استاذ طب انا عايز دلوقتي دوله مجزأ بري. مجزأ بري. عندك سيادتك الولايات المتحده عشان الاسكا، وعندك سيادتك عمان عشان منطقه سيادتك الاماره اللي موجوده في شمال الامارات. بس عايز مجزأ بحري، اي مجموعه جزر، اليابان، اندونيسيا، سيادتك جزر القمر، الفلبين، كل دي عباره عن سيادتك امثله. طب استاذ عايز بري وبحري، ايطاليا، حلو، اخد سيادتك ماليزيا. كل دي سيادتك عباره عن دول مجزأ بري ومجزأ ايه؟ مجزأ بحري. تيجي بعد كده استاذ انا عايز الدوله الجايبيه. الدوله الجايبيه يعني الدوله سيادتك اللي بتقع في حدود دوله اخرى، اللي هي الدوله المحتواه. حبيبتي الملايين، ليسوتو بتاع جنوب افريقيا، حبيسه جايبيه. ما ينفعش تبقى حبيسه وجايبيه مع بعض. أزغرت إن من الصبح شغالين نشرحوا. حسب الله ونعم الوكيل في اللي دخلكم ثانوية عامة واللي نجحكم من ثالثة إعدادي. ما إن شاء الله حتى نكون على السحاب، أنا مالي. تمام؟ افتح ولا قال الله يقلد لك مسرح مصر. تمام؟ قال قوم يا بيه قوم، ونزل فيه كتل لما يبقى اصحاب. بس سيادتك ليسوتو فين الحته اللي هتبص على البحر؟ سويسرلندا دي حبيسه مش جايبيه، عشان ليها علاقه سيادتك بدوله موزمبيق. في غير في دوله واحده، تقع في دوله واحده. عارفه زي مين تاني؟ زي البت جامبيا اللي بتقع في حدود السنغال. برضه سيادتك دي عباره عن دوله جايبيه بتقع في حدود دوله السنغال. حلو. مندمج منتظم بحري، بتبص على البحر سيادتك من ناحيتين. طب بص معايا بقى. قالوا الله. صوت واصل؟ تمام ماشي. طب وقف في دقيقة بس. شغل لنا باشا. كده سيادتك احنا عرفنا ان عندنا الشكل في منه كذا نوع من الشكل اللي موجود. طب تعالى بقى ناخد الكام استنتاج موجودين. بيقول لك هنا ايه؟ المقاومات الجغرافية التي تساعد على الحرية المكانية لحركة الجيش. ايه اللي ممكن يساعد ان الجيش يقدر يتحرك بسهولة؟ مساحتك لما تكون كبيرة ماشي، وتاني وشكلك لما يكون مندمج ماشي، وسهولة وسائل النقل والمواصلات ماشي، عندك الدولة تكون سهلية ما تكونش جبلية ماشي. الحاجات دي كلها بتساعد يا استاذ على الحرية المكانية للجيش ان هو يتحرك بسهولة داخل الدولة. طب دلوقتي يا استاذ عايز امثلة للدولة المستطيلة، سواء الانسان من الشمال للجنوب. عند ايطاليا، عند السويد، عند سيادتك تشيلي، ممكن سيادتك الارجنتين. طب عايز سيادتك عرضية من الشرق للغرب، خد تركيا، خد كازاخستان، خد منغوليا، خد روسيا. دي كلها سيادتك عباره عن دول عرضيه من الشرق. ما دامت عندها خطوط طول ازيد من دوائر العرض تبقى سيادتك عرضيه. عندها دوائر عرض اكثر من خطوط الطول تبقى سيادتك ده. ايوه لو اللي يجي لك في السؤال. تمام؟ طب تيجي بعد كده نخش على خلاص عرفنا ازاي نحل المساله، وهنا سيادتك حطها في دماغك. لو كانوا متشابهين نطرحوا، مختلفين. للسادة المشاهدين الذين يقومون بالتفرج علينا، ما هو المتشابهين وما هم الستة المختلفين؟ للسادة المشاهدين سوف نقول لهم من هم المتشابه ومن هم المختلف. بص يا اخوي، لو انا دلوقتي عندي خطوط الطول متشابهين، شرق وشرق، غرب وغرب، اطرح. دوائر العرض سيادتك متشابهين، شمال شمال، جنوب جنوب، اطرح. لو مختلفين شمال جنوب، شرق غرب، اجمل. تمام؟ خش بعد كده. شمال شمال،
اطرح، جنوب جنوب اطرح، شرق شرق اطرح، غرب غرب اطرح، متشابهين اطرح، شمال جنوب اجمع، شرق غرب يجمعوك بيه ان شاء الله في نار جهنم. تمام. خش سيادتك على اللي بعده، التضاريس. ازيك يا لؤى؟ جاتك ضربه في نظارتك. بالنسبه للتضاريس يا استاذ، انا عندي 3 حاجات في التضاريس. بيكلمنا عن السهول، بيكلمنا عن الجبال، بيكلمنا عن الانهار. استاذ لو عايز اطبق الهدف الداخلي للجيوبوليتيك، وعايز اعمل وحده وانسجام ووحده وطنيه، وعايز اطبق الدوله الوحدويه، وعايز سيادتك دلوقتي اسهل وسائل النقل والمواصلات، عايز اعمل عمران، عايز اعمل يا استاذ سهوله السيطره على كافه اجزاء الدوله، عايز اعمل سهوله التنميه، دوله سهليه. شفت اللي رصيتهم لك ورا بعض دول؟ اي حاجه تلاقيها دوله سهليه. تمام؟ زي هولندا، زي المانيا، اي حد من الناس دي. طب استاذ صغيره مساحه، سهليه، هدف داخلي الجيوبوليتيك، الدوله الوحدويه، ووحده وانسجام، حركه وحده وطنيه، كل ده سيادتك متشابهه. تمام؟ ان هو يقدر ان هو يسهل عمليات العمران، يسهل عمليات التنميه اللي موجوده. طب استاذ الدوله السهليه هتشبهنا بالدوله صغيره المساحه في سهوله السيطره عليها، ان تقدر سيادتك في حاله الحرب بتكون مكشوفه، تقدر ان انت تسيطر. سهوله الغزو. ولو في حاله يا استاذ كوارث طبيعيه زي زلازل والبراكين مش هتلاقي مكان تستخبي فيه، هتتاثر يعني هتتاثر. اما لو دوله جبليه يا بوي عندها تنوع في الموارد، هي الدوله الجبليه عندها تنوع جبليه. تمام؟ الدوله الجبليه عندها تنوع في الموارد، ممكن استخدمها على التزحلق على الجليد، الزربو، انزل تحت، يا اما الاصطياد وعرض نفس سيادتك دلوقتي لاشعه الشمس اللي ما شاء الله تكوي في جلدك عشان تطلع الفيروسات والجرف اللي فيه، يا اما سيادتك ممكن دلوقتي استخرج منيها كعامل حمايه ودفاع في حاله الحرب استخبى جواها. بس مصيبتها مصيبه بتعمل زي الدوله كبيره المساحه ان هي ممكن تؤدي الى تعزيز روح الانفصال، عدم القدره على السيطره على جميع اجزائها، اعاقه عمليات التنميه العسكريه اللي موجوده. لو بقى الدوله بتاعتك عامله زي البني ادم متكامل الاركان، ادب وذوق واخلاق واحترام وتدين وجمال وطول وعرض، ده سيادتك مصر والبرازيل، سهول تلاقي، جبال تلاقي، انهار تلاقي، كل اللي نفسك فيه تلاقيه. عندك مصر عايزه فايضه على نهر النيل، عايزه ساحلي على البحار، عايزه سيادتك زي صحراوي موجود، عايزه سيادتك دلوقتي جبال احمر وجبال سيادتك سانت كاترين، اللي نفسك في مصر تلاقيه. ومصر بخير وهتفضل يوم الدين بخير، وكلمه مني انا النهارده هنفضل يوم الدين مفيش حد يقدر علينا. تحيا مصر. تمام؟ خش بعد كده سيادتك على من المقاومات. خلاص قلنا تعزيز روح الانفصال، عندك المرتفعات والحجم الكبير، مقاومات تؤدي الى سيادتك صعوبه تحقيق التنميه الشامله، المرتفعات والمساحه الكبيره. الارجنتين هتحصل على الموارد سيادتك دلوقتي من جبال الانديز. خلي بالك جايب لك شويه امثله اللوز بيجنب في امتحانات قبل كده. ازاي؟ الارجنتين لو عايزه موارد طبيعيه كمعادن تاخد من جبال الانديز من الشمال الغربي. بصي تطلع على منطقه الشمال الغربي هنا وتاخد شويه سيادتك معادن حلوين من جبال الانديز، حديد ونحاس والامونيا والمنجنيز وده اي حاجه قديمه للبيع. خش على طول. تمام؟ عندنا سيادتك دلوقتي تشيلي تروح تاخد سيادتك من جبال الانديز من الشمال الشرقي برضه، يبقى سيادتك جبال الانديز مشتركه ما بين الارجنتين وتشيلي، طلع منهم معادن. زي اسبانيا وفرنسا من جبال البرانس يا استاذ تروح تاخد سيادتك هناك برضه اي حاجه قديمه للبيع تاخدها من هناك. بص اللي نفسك فيه خديه، عايز نحاس خدي، عايز حديد خدي، عايز سيادتك معدن اصيل خدي، اللي انت نفسك فيه خديه. بس يا استاذ هيقول لك الجبال دي بتساعد في زياده النقد الاجنبي. ايوه البت والواد اللي هيجوا قال يتزحلقوا على الجليد زي جبال القلب بتاع اوروبا، نفسي اعرف واكلين اللي جابهم ده ليه؟ ما تنزلوش على بدون رقبتهم يتكسروا، تلاقي بنت الواد يعمل ازاي؟ يفطر من الطياره من فوق يقول لك زين يروح نازل تحت. طب انا عايز انا عملت الحركه دي انزل زرع بصل، تمام؟ بدل ما انزل على رجلي كده اروح جالب دماغي انزل بدماغي واروح متزحلق.
لازم، ما ينفعش ان انا اروح. انا ما ينفعش خالص ان انا اروح هناك. تمام. ليه؟ انا سيادتك ممكن ما اعرفش اطلع تاني، او ممكن سيادتك دلوقتي الواد والبنت الجليجيات اللي هم بتوع اوروبا دول، الجماعه البيض دول اللي هم عاملين زي كوبايه الزبادي، تمام، تلاقيه متلجح قال في عز الشاي والجو مولع والشمس مولعه، وده قال قاعد قال بياخد تان قال قدام البحر. ايه تروح شوف لك شمسيه استخبى من الشمس، ويطلع يا بنت من تحت الشمس دي شبه لوحه طماطم، تمام، احمر وريحته معفنه. والمشكله ريحته معفنه، راح نازل البحر عندنا يستحمى. ايه رايك في الغرف؟ ما تخش يا عم الحاج يستحمى في اي مكان، يقول لك لا قال عشان خاطر الميه المالحه قال هتكوي الجلد. اكوي الجلد تجيب لنا احنا فيروسات. يلا. مين؟ انا ما شفتوش. انا اروح البحر، انا اعمل كان. ليه؟ ما انا مصري ما عنديش امراض زي الجماعه الاوروبيين، وانت فاكريني جاي استلام من الخارج؟ عم سيبوني يا عم في حالي، يا عم سيبوني في حالي، من ساعه ما رحت المره دي ما رحتش تاني. تمام؟ جبتوا ظروفها انتم، ولا في فسح ولا في خروجات، من ساعه ثانويه عامه مطبط علينا واحنا خلاص على كده. خش سيادتك على المناخ. ابوي المناخ ده يا بنتي ليه ارتباط بالموقع الفلكي، وليه ارتباط سيادتك بشكل الدوله، وليه ارتباط سيادتك دلوقتي بخطوط كل دول العالم. ازاي يا استاذ؟ المناخ لو معتدل يزود فعاليه النشاط البشري زي حوض البحر المتوسط. المناخ لو متطرف زي شمال العالم او جنوب العالم او خط الاستواء، شديد حراره شديد بروده، سيادتك يحد من فعاليه النشاط البشري. بقى لو المناخ بتاعك يا بنت لوز اللوز زي الولايات المتحده المتنوع، كل التضاريس يبقى عندك، كل المحاصيل تبقى عندك، ويبقى عندك تنوع سيادتك في الانتاج واكتفاء ذاتي من المام، واكل اصحابها دي عندها كل حاجه. الجو حر هناك ابو عمو واحنا سود اصلا. استبطع علينا. سيب افريقيا لحالها دلوقتي عشان جربنا نشحط. سيادتك دلوقتي خلاص عرفنا دلوقتي المناخ لو معتدل او متطرف او متنوع. صح قولي لي، هو انا ممكن اتغلب على المناخ ازاي؟ التكنولوجيا يا استاذ ممكن عندك شويه تكييفات يبقوا زي الفل، الجو حر شغل التكييف يبقى برد، الجو برد شغل التكييف يبقى حر، سيادتك وعندك الاصواب الزجاجيه اللي هي البيوت البلاستيكيه اللي بتستخدم في الزراعه. يا اما تطلع على شويه النبات الطبيعي، شويه البرسيم اللي هتاكله، ولا شويه سيادتك الغابات. ايه؟ التكيف ده. لا ده سيادتك التكيف ده لما يجيبوا كلبين يولفوا على بعض. اسمه التكيف الكلبين مع بعض. تمام؟ او سيادتك تكيف ذكر الجد مع انثى الجد. فسيادتك يحاولوا ان هم ايه؟ يكيفون مع بعض. اما احنا سيادتك التكييف ده اللي هو التكييف اللي هو بالهواء. تمام؟ يا استاذ اقول لك. بيقول لك قال النبات الطبيعي اول حاجه خلاص اول حاجه سيادتك الغابات. الغابات يا استاذ بتساهم بعاملين، عامل اقتصادي ابوي تطلع شويه من هناك شويه الخشب اللي انتم مرزعين اللي انتم قاعدين عليهم، ده واحد. رقم اثنين تجيب شويه المطاط بتوع العربيات اللي انت بتركبيه وتقول بيب بيب في الطريق وتيجي بيه سيادتك السنتر، يبقى انت شويه مطاط حلوين على شويه خشب. تمام؟ تيجي سيادتك هنا بيهم يبقى الغابات لها دور اقتصادي. اما لو واحد سيادتك دلوقتي جاي يحاربك ويولع فيكم وفي بيتكم، تمام، وفي غابه جنبيكم، تاخدوا امك وابوك واخواتك وتروحوا تشوفوا لكم شجره تحطوا عليها. ليه؟ يا مثلا انت بتشبهنا بالجرود؟ لا مش جرود، ده انت سيادتك هتروح تستخبي في الغابه من ضرب النار. واي عدو يجي، تمام، اعمل زي الجرود، اعمل زي سيادتك البني ادمين من فوق. خديه مثلا بموز، قشره موز ترميها له في الارض الزحلق يروح نازل على دماغه. شكاره قوالب تاخديها فوق دماغك انت طالعه فوق الشجره، واي واحد يعدي انت عايز دماغه على طول هتدماغه. ليه؟ عشان بتستخدم كعامل عسكري اساس في حاله الحرب. اما بقى الحشايش مش ليك انت يا هويدا، جايب لك حشيش ليك انت. تمام؟ ايه؟ يقول لي يا ابويا انا جيت جنبكم الناس. الحشائش ده شويه سيادتك دلوقتي الحشيش اللي يطلع طبيعي. ليه؟ عايز ترعى الغنمات تعمل ايه؟ لا سيادتك انا ما غلطتش، انا بقول ارعى ايه؟ الغنمات. ممكن سيادتك الغنمات دول في غنمات تمام بيتغذوا على حشائش التندره الموجوده في المناطق البارده. تمام؟ يا اما سيادتك تتغذي على حشائش الاستبس الموجوده في المناطق المعتدله، او تتغذى على شويه حشائش سافانا طويله شويه عشان تعرف تتغذي عشان تكبر، عشان سيادتك داخلين على الضحيه وعايزين نذبحه.
تمام؟ تخش على المنطقه بتاعت خط الاستواء. يبقى انا دلوقتي الحشائش دي ليها دور كبير يا استاذ، انتاج البان، انتاج لحوم، انتاج اصوات، انتاج جلود، ليهم دور بالثروه الحيوانيه. حلو قوي. طبعا من الامثله عندك البرازيل، ارجنتين، عندك استراليا، عندك الهند، كل دي سيادتك شغاله فيها الغابات. طبعا احنا جايبين لك شويه دول ما بينهم متشابهات، تروح البيت تعرفيهم عشان ده بقى ايه الجزئيه بقى بتاعت التسهيل الاسئله اللي موجوده. في حد عايز حاجه في درس المقامات؟